مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوريكم طريقة نسخ رابط صفحتك على الفيسبوك بطريقة سهلة جدا. ما عليكم سوى تتبعوا معي الشرح في هذا الفيديو، ولكن قبل ما نبداو بالشرح كيف العادة ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. ودابا غادي نبداو في الشرح ديالنا. كما قلت لكم كتدخلوا الفيسبوك ديالكم، من بعد كتجيو كتدخلوا الصفحة اللي بغيتو، كتضغطوا على 3 شريطات، من بعد كتختاروا الصفحة اللي بغيتو عن طريق السهم، يعني كتضغطوا على داك السهم اللي كاين على اليسار وتختاروا الصفحة. مثلا انا غادي نختار هذه الصفحة على سبيل المثال باش نشرح لكم. ملي كندخلوا للصفحة ديالنا على الفيسبوك، وهنا كنركز انه الصفحة ماشي الملف الشخصي ديالنا على الفيسبوك. من بعد ما كتدخلوا كتضغطوا على الصورة ديال البروفايل بهذه الطريقة اللي كتشوفوا الفيديو. من بعد كتجيو كتضغطوا على 3 ديال النقيطات كيف العادة، ومن موراها كيبانوا معكم هاد الاختيارات هادو. كتجيو لتحت كاع كتلقاو الخيار ما قبل الثالث مشاركة الملف الشخصي، كتضغطوا على هاد الخيار وكيبانوا معكم هاد الايقونات: رسالة نصية، واتساب، نسخ الرابط، انستغرام. الا بغيتو ديروا نسخ الرابط كديروه، كاين انستغرام وكاين المزيد. ومباشرة تحت منها كاين اختيار ثاني اللي هو رابط صفحتك، كتضغطوا على هذا الخيار ومباشرة كتنسخ معكم الرابط بهذه الطريقة اللي كتشوفوا في الفيديو. تم نسخ رابط الملف الشخصي. يمكن لكم تمشيو تحطوه في الواتساب، الميسنجر، الفيسبوك، الانستغرام. وهذه هي الطريقة الصحيحة باش تنسخوا رابط صفحتك على الفيسبوك بطريقة سهلة جدا. وهادشي اللي كان في هذا الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا من الشرح اللي درت لكم. الى عجبكم المحتوى اللي كنقدم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناة.